عجبني موقف ابو مالك الراشدي مع صاحبته عزة، اقسم بالله يا بعض المواقف ان هي تخلد وسط القلب وتستحق التامل والنظر والنشر. موقف عظيم جدا جدا جدا. وبعض الناس يعني خلق فيهم الكرم والمروه والشهامه والنخوه حتى ولو ما يملك في جيبه ولا ريال. في قصة صاحب عز هذا لقي ابو ملك يعني قبل حوالي 3 سنين معطل، ومعه يمكن عائله، معطل من البترول والرجال ما بش في جيبه ولا 1000. فقال له ما هو المطلوب؟ قال شويه بترول. وصاحب المطر هذا صاحب عز معه غير مطر بيطلب الله فيه، صار له دبع 20 لتر انقذ بالبترول. ابو ملك شال رقم صاحب عز هذا، يعني يبقوا على تواصل اذا حصل مشكله، اذا حصل اي خلل، اذا حصل اي شيء فهو يتواصل. وصل يعني لا نص المسافه وتعطل ابو ملك هذا مش من البترول، من خلل في السياره، فتواصل معه فقال له ابشر بعزك، اشتغل اجمع لي شويه فلوس حق يعني العطله هذا اشتريه لك واجي. شوفوا على شهامه وعلى مروه وعلى نخوه وعلى كرم، ما بش معه. قال اراعي لي شويه اشتغل، يشتغل بالمتر حقه ويصير يشتري الرجال قطع الغيار ويوصل لنا عنده. وركب هنا ابو ملك وسيارته واموره سابره وتوكل على الله. يعني موقف اشهد له انه يستحق انه واحد يخليه في قلبه لو ما يرد الجميع. وهذا ما كان من ابو ملك الراشدي، انسان اصيل وكفو يا ابو ملك، والله العظيم اني افتخر فيك واعتز واطرحك انا فوق راسي. انسان كفو واصيل وابن ناس. صاحب عز هذا اتصل له يعني هذا اليوم مثلا اتصل له قال له يا ابو ملك انا ما بش معي عمل، شوف لي عمل. ابو ملك الراشدي قال له ابشر بعزك، وطلع له عنده واستقبله وشل له حرج ابو حيدر. شوفوا كيف الناس يردوا الجميع. ورغم هذا كله وعاد ابو ملك الراشدي بيقول انه مهما سويت له لا يمكن اقدر ارد جميله. هذا هو الوفاء، وهذا هو الاخلاص، وهذا هو الصدق، وهذا الذي يعني يرزقك عند الله ويخارجك من كل المصائب والشرور. عندما يعني ترد الجميل وترد الإحسان بإحسان، هذا هو الصح. ونعم بك يا أبو ملاك، ونعم بصاحب عز، أنتم فخر اليمن، والله أن أنتم رجال يعني من الرجال النادرين في هذا الوقت. ما عاد بش من هذا الرجال، لا نادرا. ربنا يوفقكم ويسهل اموركم، وربنا يرزقكم ويقضي حاجتكم ان شاء الله، ولا تشوفوا شر. وشكرا لابو حيدر. ابو حيدر رجال كفو ورجال اصيل باذن الله، ما يخيب ظن اسمه ابو ملاك. وان شاء الله ان انتم تشوفوا لهذا صاحب عز عمل وتوقفوا معه، واحنا واثقين فيكم جميعا ان ما عاد تقصروا معه. انتم يعني من خيرة رجال اليمن، وهذا يستحق والله العظيم انه يستحق، مهما عملتوا له انه يستحق.